بونجور يا حلوين، ازيكم؟ اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الصوم في الحمل الطبيعي، وعرفنا هنقدر ناخد القرار بتاعنا سواء هنصوم او لا بناء على ايه. النهارده هنتكلم على الحالات اللي هي طبيا ما ينفعش انها تصوم. اولها لو واحده جالها سكر حمل او داخله الحمل وعندها سكر، الست دي لازم تاخد ادويتها بشكل منتظم. ده غير ان مستوى السكر في الدم بيبقى صعب جدا ان احنا نعمل عليه كنترول في الحمل، فما بالك بالصيام. الست دي بتخاف يحصل لها هبوط نتيجه انخفاض مستوى السكر في الدم، وده اخطر جدا من ارتفاع السكر، فدي بتبقى صعب في الطبيعي انها تصوم. الحاله الثانيه لو ضغطها عالي او عندها تسمم حمل، اللي هو بيبقى ضغط عالي مع زلال في البول، دي برضه بتبقى مرتبطه بادويه معينه لازم تاخدها في مواعيد ثابته. ده غير انها بتشتكي من صداع والم في المعده طول الوقت وزغلله في العينين، وكل الاعراض دي بيبقى صعب ان احنا نزود عليها صعوبه الصيام. كمان لو الحامل عندها القلب او عندها الغده، دي القرار فيها بيبقى مع دكتور الباطنه اللي هي متابعه معاه سواء في صيامها او في حملها من اساسه، وما ننصحهاش طبعا بالصيام. لو الحامل عندها مشاكل في البول زي حرقان في البول او لونه بقى غامق، دي لازم تفطر على طول وتشرب سوائل كتير. مشاكل البول لوحدها بتزيد في الست الحامل، والصيام بيزود المشاكل دي. لو واحده حامل في توأم، دي صعب جدا انها تصوم. كل الاعراض عندها بتبقى اكتر من العادي: صعوبه التنفس، كسل الامعاء، الحموضه، الضغط على الكلى. الست دي بالذات بتبقى محتاجه رعايه اكتر. الحامل ما ينفعش تصوم برضه لو حركه الجنين عندها قليله. طبيعي ان الجنين يتحرك 10 حركات في 12 ساعه. الصيام لوحده بيقلل احساس الام بحركه الجنين، فكده احنا مش هنبقى عارفين هل حركه الجنين قلت نتيجة الصيام ولا نتيجة ان في مشاكل في المشيمة نفسها ومش بتوصل غذاء كويس للبيبي، فبالتالي لا ينصح انها تصوم. دي بنقول لها كلي ونامي على جنبك الشمال وتابعي حركة الجنين. كمان لو واحدة وزن الجنين عندها قليل او المية كتيرة حوالين الجنين او قليل، ده بنسميه حمل عالي الخطورة وبيحتاج متابعة دقيقة وبتمشي على ادوية معينة. بكده نكون غطينا اهم الحالات اللي ما ينفعش الحامل تصوم فيها طبيا. وبنعيد تاني، معاكي رخصة انك تفطري وتبقي تعوضي الايام دي لما تقومي ان شاء الله بالسلامة. استنونا الحلقة اللي جاية عشان نتكلم فيها عن الموضوع ده معاكم. وما تنسوش ان الحلقات دي برعاية بابلز اللي بتقدم لك كل اللي هيحتاجه البيبي بتاعك من عمر يوم لحد ما يدخل المدرسة. سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. باي.